السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده نشرح النيم رينج. ايه هو النيم رينج؟ دلوقتي عندي مجموعة من الارقام زي كده. مجموعة الارقام دي انا مثلا بحتاج اكتبها في دوال كتير، فمش كل شوية هكتبها، لان هعملها في رينج او في نيم رينج. اول حاجة بنروح على فورميولا اللي هو ايه النيم مانجر. انما المانجر ده متقسم في ديفاين نيم ويوز ان فورميولا وكرييت فروم سيلكشن. فانا عندي مجموعة من الارقام دي زي من 10 مثلا ل50. انا بحتاج على طول الرينج ده، بحتاجه على طول، فانا مش كل شوية اكتبها في الدوال، لا ده بيسهل عليا ان انا اكتبها مرة واحدة. طب احنا ممكن نجرب حاجة هنا، مثلا كده كتبت ماي نمبر دي كتبت تحت مثلا 123 150 200 400. تمام، قمت محدد المجموعة دي، عملت نيم رينج، قمت اعمل نيو، انا محدد، قمت اعمل اوكي. تمام، هي خلاص تحددها لي 120 150، فقمنا عاملين قافلين كده. تمام، نظبط بس الشكل بتاعها. كتبنا هنا مثلا equal ماينس ماي نضغط انتر. هو قال لك على طول، هو جاتت قال لك فورمولا، قال لك خلاص بقى، ما هو على طول طلع لك 880 ناقص 120 850 ناقص 150. فهو خلاص عمل لك تلقائي، يعني حتى لو انت ضغطت على ضغط يقول لك دي 1000 ناقص ماي نمبر، خلاص هو كاتب لك، قال لك عارف ان دي المجموعة بتاعتها. خلاص انت بتلاقي مفيش حاجة، ليه؟ لانه خلاص هو فهمها. دي انت طرحت ال1000 بتاعك من الماي نمبر اللي هو الجروب اللي انت عامله، او النمبر اللي انت عاملها المجموعة كلها، قام طرحهم لك من بعض. النمبر رينج اللي انت عملته اللي هو من 120 ل400، هو مطرح لك ال1000 ناقص كل واحدة فيهم وحطها قصادها على طول. خلاص بقت ايه، حالة تلقائية يعني. طب دلوقتي احنا عندنا اللي هو النيم رينج او النمبر رينج اللي احنا عملناه، عايزين نعرف فيه اكبر قيمة هي ايه. فنقوم عاملين ايكوال كاتبين ماكس، نختار ماي نمبر، نقفل القوس بتاعنا عادي، نقوم كاتبين انتر. فوق يقول لك اكبر قيمة عندك 400، وده حقيقي. طب لو انت عايز تعرف المينيمم بتاعك، كاتب ماي نمبر برضه بقى في القوس بتاعك، يقوم قايل لك 120. ده قال لك انت عايز تعرف الافريج بقى اللي هو المتوسط اللي بينهم يعني كام. ايكوال انت يقول لك ده المتوسط بتاعهم. انت عايز تعرف كام هم قد ايه، يعني كام واحدة، كام دي بتعرف لك مثلا هم كام قيمة، يعني فاهم. هم 4 1 2 3 4. طب لو احنا عايزين نعرف كام واحدة فاضية فيهم، قال لك 0. طب انت عايز تعرف، انت عايز تعرف الماكس، بتقول لك اقل قيمة. طب انا عايز اعرف السمول دي بتديك اقل قيمة، او عايز تعرف بقيت حد قال لي تاني قيمة تالت قيمة رابع قيمة، تعملها دلوقتي. اقول لك هعملها ازاي. تعمل سمول حلو، تكتب ماي تعمل قيمة، تعمل تاني قيمة. لو عايز أصغر تاني قيمة تعمل انت، قال لك 150. كان عندك أصغر قيمة 120 المينيموم. طب تاني أصغر قيمة اللي هي كام، 150. طب عايز أعرف اللارج أكبر قيمة، اللارج دي زي الماكس بالظبط. تمام، لك 400. تمام كده، يعني كده وضحنا لك الجزء بتاع لو انت عايز تستخدم في الدوال، انت عندك مجموعة رينج وتقدر تستخدم فيهم، تعرف أكبر قيمة أصغر قيمة عندك ايه. طب احنا عملنا مثلا هنا 90، تعمل ايكوال دي ناقص النمبر، عملناش دي ايه في رينج، هنحط كده دي في رينج نيو
انت مسميها نمبر بنعملها اوكي. نعمل 90 ماينس، لا مش هنخليها 90 ماينس لاحظ ان اللي احنا عملنا طرح لل90 من الماي رينج بتاعك من 10 و20 و30 و40 و50، هتلاقي بقى ايه ترتيب الطرح ده. يعني انت اخدت قيمة ال90 ثبتها وطرحتها من الماي رينج بتاعتك وكتبت ايه قصادها. طب دلوقتي احنا ممكن نشوف طريقة احسن بحيث ان احنا نطرح المجموعتين من بعض، اللي هو الايكوال 100 عملناها رينج وعملنا الماي نمبر رينج وقمنا نطرحهم مع بعض بحيث ايه يبقى كل قيمة تطرح قصاد من القصاد اللي جنبها على طول. يعني عملتها انا عندي ايه، عملتها نيم رينج، عملناها نيو فسمت كده وبكتب يبقى هنا سميتها ايه ايكو. ال90 ناقص 10 فدك ايه 80، 80 ناقص 20 ادك ايه 60، 70 ناقص 30 ده كده 40، 50 ناقص 50 ادك 0. فانت شفت خدت بالك عملنا المجموعة الرينج ده ناقص الرينج التاني. في الاول كنا كاتبين مثبتين 90 ناقص الرينج ده كله. طيب ده اول تاسك معانا النهارده، انت تعمل ان شاء الله في النمبر، تعمل نيم رينج النمبر 20 موجود عندك المجموعة من 50 لحد 680 تعملها مجموعة، وهنا هتسميها اي اسم وتعملها برضو مجموعة. تكتب الطرح بتاع المجموعتين اللي هو النمبر اوف رينج ده والنمبر اوف رينج ده تطرحهم، وهنا تجيب لي الماكسيمم نمبر اللي هنا والمينيمم واللارج والسمول والافريج والكاونت والكاونت بلانك، يعني تعمل لي المجموعة دي للقيمتين دول. وبعدين تبعتها الإجابة بتاعتك تبعتها على جروب الواتس، عشان ده هتبقى أول تاسك مطلوب منك عشان تاخد شهادة إن شاء الله في آخر الكورس. اللينك بتاع جروب الواتس هسيبهولك في الديسكريبشن تحت الفيديو.